من شبههم قالوا العداوة التي نشبت بين فاطمة وأبي بكر حول مثلا قصة فدك، وهي أرض من خيبر يعني ورثها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن لم يرثها بل أخذها من جملة الغنيمة ومن جملة الفيء، ثم مات وكان يصرف منها على أهله. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة، وهذا صحيح، تسأل ميراث أبيها ولم تكن دارية ولا عالمة. ماذا؟ ولم تكن دارية ولا عالمة. لبيك. وترى ليس بواجب إجابة المؤذن دائما، لأنه ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاب وترك الإجابة مرة. فضحك الله يا وهابي بالآذان حين قال الله أكبر. إي والله الله أكبر عليكم وعلى كذبكم، نعوذ بالله. يقول بأن سيدة نساء العالمين لم تكن عالمة ولا دارية. إذا لم تكن عالمة فكيف أصبحت سيدة نساء العالمين؟ هذا أنا الذي أريد أن أعرفه. كيف لامرأة هي سيدة نساء العالمين، يعني بلغت من الكمال الذي لم تبلغه امرأة على وجه الأرض، كيف لهذه المرأة أن تكون جاهلة؟ بكلام من؟ بكلام أبيها، أبوها الذي علمها ورباها منذ الصغر، الذي قال فيها فاطمة بضعة مني، لا تعلم حديث أبيها ولم تكن عالمة. فمن هو العالم عندك؟ رسول الله حدث أصحابه وبين لهم كيف يدخلون ويخرجون من الخلاء، وحدثهم بما هو كائن إلى قيام الساعة، ولا يحدث ابنته وبضعته وسيدة نساء العالمين بأنه لا يورث. أنا أريد أن أعرف ما هو دينكم يا وهابية؟ أنتم من أي كوكب أتيتم؟ وأين كنتم حين خلق الله العقول؟ نكمل. أقول فجاءت فاطمة تسأل ميراث أبيها عليه الصلاة والسلام، فكأنها غضبت لأن أبا بكر أبى، لكنها جهلت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه بعدنا فهو صدقة. نعوذ بالله. فاطمة جهلت قول أبيها رسول الله. لا أدري ماذا أعلق. نكمل. فلا يورث النبي إلا في العلم. ماذا قلت؟ فلا يورث النبي إلا في العلم. مرة أخرى. فلا يورث النبي إلا في العلم. لا يورث النبي إلا في العلم. هنا مربط الفرس يا وهابية. إذا كان رسول الله لا يورث إلا في العلم، فإذا فاطمة ورثت العلم من رسول الله. وإذا ورثت العلم من رسول الله، فكيف يا أعمى البصر والبصيرة تقول أنها لم تكن عالمة؟ ولم تكن دارية ولا عالمة، لكنها جهلت أن النبي. أي دين هذا وأي تناقض هذا يا أعمى البصر والبصيرة؟ إذا كان رسول الله على زعمك أنه فقط يورث العلم، ففاطمة إذن أعلم من أبي بكر، فقد ورثت العلم من أبيها. فكيف إذن خفي عليها هذا العلم عن رسول الله؟ وكيف خرجت تطالب بشيء هي تعلم أنه ليس من حقها؟ ما هو جوابكم يا أهل السقيفة؟ هل شاهدتم كيف تفضحون أنفسكم بأنفسكم؟ لأن دينكم بدأ بالكذب واستمر بالكذب ولا اللهم صل على محمد وآل محمد.